وفي سموني حبوا قاموا بالواجب هزاوني البعاد لي جامي شافوك عيطولي بالكلمة وزاوني في جناس سكبان هادوك اللي كانوا قراب ليك معداوني ركبتي سيف في الوقت وبابوري وفي سموني حبوا قاموا بالواجب هزاوني البعاد لي جامي شافوك عيطولي بالكلمة. السلام عليكم متتبعي قناة منوعات مغربي في اسطنبول، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة منوعات مغربي في اسطنبول. فاستكمالا للفيديو اللي كنت هضرت على الخدمة، فجاني واحد الرد اللي غادي نحاول نشرحه. واخا انا شرحت في داك الفيديو وكنظن هذا الاخ هذا يمكن ما سمعش الفيديو مزيان او ما فهمش الفيديو مزيان. التعليق ديالو جا على الشكل الاتي، قال لي اخويا انت كيفاش راك عايش في تركيا انت ومستقر فيها، وراك عارف بلي كل الشباب المغاربي راهم مغبونين. كيهضر على المغاربي، يعني ملي كيهضر على المغاربي كيقول المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، هذا هو المغرب العربي. اوكي مزيان. قالك الشباب المغاربي راهم مغبورين وكل البيبان راهي مغلقه في وجههم، علاه تزيد تغلقها عليهم؟ الرزق بيد الله وارض الله واسعه. هذه الجمله الاخيره انا متفق معك 100% فيها، بان الرزق بيد الله وارض الله واسعه. خويا انا راه في امكاني نشد كاميرا نمشي نديك لجزر الاميرات ونصور لك الفلوغات الواعرين، نصور لك ليمول، نصور لك البياس، نصور لك كذا، نصور لك التيتيز، نمشي لتقسيم، نصور لك السياحه، نصور لك العالم زوين، نصور لك واحد تركيا جنة الفردوس، نصور لك البنيات التحتيه والقناطر وكذا وهذا، نصور لك لي زوطيل 5 ايطوال، نصور لك الجراديم ما شاء الله، نصور لك الحياه جميله، نصور لك جميع انواع الخضروات والفواكه، نصور لك الجمال ديال تركيا، نصور لك احسن ما كاين في تركيا، ونقول لك طلع اخويا لتركيا تعيش لافي، تعيش لا فيدا. ولكن خويا هادشي راه كان شحال هادي بالنسبه للناس اللي مقيمين، شحال هادي قدام الناس اللي عندهم ما يسمى بالاقامه التركيه. هاي شتيها، هاي شتيها ولا ما شتيهاش؟ هاي تاريخ انتهاء الصلاحيه، ها هو شوفها، تاريخ انتهاء الصلاحيه حتى 2023 شهر 11. ولا ما تجددش هاد الاقامه رفضوا ليها تجديد، ما نزيدش دقيقه في هذه البلاد، ما نزيدش ندور، لان بلا هادي ما يمكن لك دير حتى حاجه هنايا. بلا هادي ما يمكن لك دير حتى حاجه، هذه اقامه سياحيه، هذه غير اقامه سياحيه. اوكي. وعندي البطاقه ديال الغرفه التجاريه لاني داير شركه بلاتي، ديال الشركه. هذا الكاشي ديال الشركه ديالي، ها هو الكاشي ديال الشركه ديالي، هذا هو الكاشي ديال الشركه ديالي، هذا هو الكاشي ديال الشركه ديالي، كيفاش؟ ها هو الكاشي ديال الشركه، هذا الكاشي ديال الشركه ديالي. اوكي. هذه شركه كتساعدك باش انك تجدد الاقامه ديالك، كذلك عضو في جمعيه، واحد الجمعيه داخل فيها. هاد الاقامه هذه هي اللي كدير بها كل شيء هنا في تركيا. يعني هذه انا نجلس هنا عام تتسالى عامين، ما نمشيش كاع المغرب، ما نخويش ونتلاقى مع المخزن، ما يهضر معايا حتى شي واحد، جالس قانوني. يعني حتى نفرض انا غادي نخدم مثلا باي صالير خدمت به مثلا وكذا وهذا، وموا ما غاديش نضطر كل 3 شهور خصني نخوي بالزمني، نخوي ونقطع البيت الطياره اري وروتور ونخوي. هذه الاولى. ثاني حاجه هذه كتخول لي انني ندير جميع الوثائق في تركيا، ناجر منزل باسمي، هو العقد الايجار، ناجر منزل باسمي، نفتح الكهرباء باسمي والماء والغاز باسمي، ندير اي حاجه بغيتها باسمي، ورقات كاملين باسمي، اي حاجه بغيت نديرها باسمي. اوكي. يعني هذه الاقامه هذه كتخول لك دير هذا الشيء كامل. اضافه انا داير بيوت شبابيه، سكن شبابي ما معناه؟ هذه الكلي ديال الشركه، هذه فيها كلشي لي زانفورماسيون ديال الشركه ديالي، هاي هذا الكلي فيها كاع المعلومات ديال الشركه ديالي، شركه تصدير واستيراد، ولو انا ما مطبقش كاع الخدمه فيها بصفه فعليه، ولكن مستافد من الوثائق ديالها وبزاف ديال الحوايج. هذه كارت ديال ترك اش كيسموها، كويت ترك. كويت ترك، هذه كارت كيشي ماستر كارد انترناسيونال ديال كويت ترك. هادشي كامل اللي وريتكم كيدار بهادي. بغيتي تكري خاصك اقامه، بغيتي سميتو تفتح شركه خاصك اقامه، بغيتي تنخرط في جمعيه خاصك اقامه، بغيتي تفتح الماء والضوء بسميتك خاصك اقامه. شنو اخر؟ بغيتي تكري سكن، هاي ديال السكن، شفتوها؟ هاي لاكارت ديال المجمع اللي ساكن فيه، هاي خاصك اقامه.
الور انت كسائح كتجي هنا بالباسبور عندك 3 شهور حاليا ملي حبسوا الاقامات. هذا القانون ماشي انا اللي درته، هذا القانون انا ما غلقت حتى شي حاجه. جي اخويا انا ملي كنقول لك انا الواقع راه كنقول لك الواقع باش انت ما تكرفش. انا عادي عندي ندير بحال اليوتيوبر الاخرين نوض نصور لك الجمال د اسطنبول ونقول لك طلع دبر على راسك. كاين حتى مشكل؟ قلت لك بان السقف الراتب هنا هو 3000 درهم مغربيه بما يعادل 6000 ليره تركيه. 3000 درهم مغربيه حنا عندنا كيشدوها في المغرب وكيجيو يحرقوا، سمحوا فيها ما دايره له توزه. كيشدها في المغرب بلا ما يكري بلا ما ياجر بلا ما يحتاج لهاد التخربيق هذا كامل، جالس في دارهم معزز مكرم مكارم حتى شي حاجه، وكيشد 3000 درهم ما دايره له توزه في المغرب. غادي يجي هو لتركيا وغادي يكري وغادي الروينه وينوض وسير طلع وهبط وكذا باش يشد ديك 3000 درهم. شنو غدير ليه؟ ما غدير ليه توزه. الايجار هنا خويا ها هو عقود الايجار، نوريك عقد الايجار مكتوب ها هو هنايا. يعني الايجار واصل 5000 ليره باش شد انا الدار حاليا، وانا من الناس القدام وصلت دابا 5000 ليره، سيتادير 2500 درهم باش كاري الشهر بلا الفواتير. يعني غتخدم 3000 درهم ما غاتشد لك التوزه. انا داير بيوت شبابيه، بيت شبابي كيجيو الدراري الشباب مفرش الدار ديالي. يعني بيت شبابي باش ديرو هنا كيخصك الاقامه كتدفع الايجار. مثلا الايجار الا كان ب 5000 درهم الشهر ولا نقولوا حنا 3000 درهم الشهر الايجار، كتعطي 3000 درهم في 3000 درهم ديال التامين هذه كترجع لك في حاله الا طلقتي الدار كيرجع لك من الكرا، وكاين شحال من واحد كياكل لك فيها. و3000 درهم ديال الكوميسيون كيديها المكتب اللي كيدبر لك على الكرا، حيت ما تقدرش تكري الا عن طريق المكتب. هنايا ما تقدرش تكري، صعيب انك تلقى الكرا بوحدك الا عن طريق المكتب، ولا لقيتي الكرا بوحدك كتحيد لك ديك الكوميسيون ديال السمسار. المكتب كيدي معاك بحال كيدي معاك نفس ثمن الايجار، نفس ثمن الايجار في الكوميسيون. دونك يعني الدار اقل حاجه الدار غادي تطيح لك ب 10000 درهم حيوط خاويين. وعاد غتمشي دير ماكينه الصابون ودير ثلاجه ودير فراش، يعني استثمار. وغادي دير فراش وغادي دير مواعن وغادي دير كذا. يعني اقل دار باش تجهزها غير خصك شبابي غتخصك 2 المليون وشي حاجه، 2 المليون حتى 2 المليون ونص توصل. غتحطها في سكن شبابي وراك مريسكي. تقدر يلاه تكري الدراري الشهر الاول يجيو البوليس يشمعوا لك الشبابي. مشى البيت مشاو ليا شي 3 ولا 4 ديال الديور، حاليا عندي 4. مشاو ليا شي 3 اخرين تشمعوا مشاو ولا كيقول لكم الدار خوي ليا داري وكيلوح لك قشاك للزنقه. دونك خصك تعرف شنو كاين. الناس اللي هنا في تركيا عايشين في تركيا قدام هنا ومستقرين، يا اما اللي مزوجين العائلات اللي مزوجين هنا بالاتراك، يا اما المغاربه اللي دايرين المشاريع، سواء داير مكتب ديال كيقطع فيه ليبيه او داك كذا بزاف ديال الحوايج، سواء كيخدم في شي شركه سواء كذا. ولكن الناس قدام كانوا مأجرين بواحد السومه شويه ناقصه وما يقدرش مول الكرا يزيد عليهم، كيجددوا معاه كل عام كيزيد واحد لابارتي. دونك الناس اللي كيجيو جداد كيشعلوا معاهم العافيه في الكرا. دونك انت باش غتجي تستقر هنا في تركيا تخدم ب 3000 درهم وتخلص منها الكرا وتخلص منها الموظف وتخلص منها كل شيء، وفي لافان ديال 3 شهور خاصك اوبليجي تخوي تركيا وتعاود ترجع الا بغيت ترجع ما بلان ما والو. وفاش كترجع دوز 3 شهور ثانيه هي 6 شهور كيعطيوك منع. واخا انت ما مخالفش دوز 6 شهور، يعني 3 شهور تمشي تعاود ترجع 3 شهور 6 شهور كتخلص بدل الفيزا. من هنايا راه اجراءات معقده داروهم مؤخرا، كتخلص بدل الفيزا وخاصك تجلس فطور في المغرب كيعطيوك المنع. كاين واحد السيد عطاوه 3 شهور دابا ضرب 3 شهور في 3 شهور وعطاوه 3 شهور يبركها اوبليجي في المغرب وعاود يرجع. اش من مستقبل؟ علاش كتهضر؟ واش من معيشه؟ واش من حياه تعيش في تركيا؟ خويا خاصك تعرف بان كنهضر على المغاربه اللي بحكم المعاشره ديالي معاهم وكنتلاقى معاهم يوميا وكنشوفهم يوميا، ومستعد انني غادي ندير ميكرو تروطوار ان شاء الله. غادي ناخذ الاراء ديال المغاربه اللي عايشين هنا في سينيورز، كيفاش دايره المعيشه، الكرا كذا، الخدمه كذا، شحال كتصور شحال ما كتصورش، وغادي تشوفوا الشهادات صادمه تسمعوهم بودنيكم. يعني انا نعطيك الواقع، انا ما عنديش مع الزواق ولا نبقى ندير لك العكر ولا المكياج كذا. ملي كنهضر هضره راه ما هضرت هضره الا وهضرتها. انا ما عنديش السوار ديال تركيا باش نمنع عليك ولا كذا. طلع اخويا، انا كنقول قبل ما تطلع يعني تكون بعدا مزيان نقول عندك فكره قبل ما تطلع هنا. الا جاي على اساس الخدمه غير نسى داك البلان من دماغك باش ملي تجي هنا ما تصدمش بالواقع. ولا جيتي دبر راسك حياتك هذيك. انا علاش راني غلقها في وجهك؟ انا علاش؟ واش انا اللي كنطبع عليك الجواز ولا انا اللي كتلقاني خدام في المطار؟ دخل اخويا شرق غربها تركيا قدامك دير فيها اللي بغيتي. لقيتي واحد العبد مذنب كيدير لك اللايفات وكيعطيك الواقع ديال تركيا وكيشرح لك القوانين ديال تركيا. هادو قوانين صاحبي، هادو قوانين دايرهم اداره الهجره التركيه. ما بغاو اليابان جير براني، ما بغاوش سيرتو العرب ما بغاوهمش يستقروا هنايا. بغاوك تجي سائح السياحه ما منعوهاش عليك. قال لك اخويا جي دوز 3 شهور حيت هما عارفين الماكسيموم 3 شهور غتولي حازق تسالات 0 درهم، ما بقيتيش صالح لهم هنا.
اليد العامله ما عندهم ما يديروا بها. الاتراك اللي تشكاو دابا هما مقبلين على الانتخابات، والشعب التركي تيتشكى من الاجانب. كيقول لك كثره الاجانب هنا واللي كيستقروا في تركيا كيتسبوا في واحد الخلق ديال الفائض ديال اليد العامله، وهذا الفائض ديال العامله كيوليو يخدموا بواحد الثمن طايح. هذا الثمن طايح كيطيح السوق على الاتراك نفسهم. الاتراك ما بقاوش خدامين، تركي ما بقاش خدام. تركي في زمان كان خدام بعزو، كان خدام كيضرب فلوس صحيحه معاهم، كان خدام في هذه الورشات والشركات كيضرب فلوس صحيحه نظرا لقله اليد العامله. دابا مع كثره اليد العامله خاصة ماشي غير العرب، حنا ديالنا كيجيو من باكستان، من افغانستان، من عرفتي منين كيجيو، ولا من سوريا، من العراق، من كل واحد منين كيجي، من افريقيا، من الكونغو، من افريقيا الوسطى، من الكاميرون، من السنغال، من المغرب، من الجزائر، من تونس، من مصر، حدث ولا حرج، ليبيا، السودان، جميع جنسيات الدول العالم النامية كاينه هنا في تركيا. كاينه هنا في تركيا وكيخدموا في اللي كانوا باش مما كانوا يتخلصوا باش مما كان ما عندهمش المشكل، يعني مطيحين اليد العامله. وهذا الشيء اللي خلى الاتراك انهم يتخذوا هذا القرار هذا ديال انهم يحبسوا الاقامات للعرب، وسيرتو المغاربه ولي زالجيريان، سيرتو حنا المغاربه ولي زالجيريان حبسوها علينا، غلقوا علينا بمره. ياك اخويا ما تجيش تستقر عندنا، جي الا عندك شي فلوس هالكيشيات تيري خسر. كاين سكن سياحي، ما غاديش تكري سكن بالاقامه ديالك حيت ما عندكش الاقامه. عندك الباسبور غتكري سكن سياحي تخلص فيه 50 دولار في النهار، دار مفرشه 50 دولار في النهار، يعني ضربها في الشهر شحال كتجيك اخويا؟ 50 في كالكيلاتريس فينا هي والله مشاكي. 50 دولار في النهار شحال كتعطيك؟ 50 5 في 30 شحال كتعطيك؟ 150 زيد لها جوج الاصفار 1500 دولار. يعني هي هذيك 50 دولار مضروبه في 30 تساوي 1500 دولار. والله الا راني انتيليجون بالله باقي شاد الحساب. عندك 1500 دولار في الشهر باش يعطي عليك سكن سياحي، تقدر عليها؟ مليون ونص في الشهر تقدر عليها؟ ما تقدرش عليها. يعني هذا الشيء دايرينو يعني هذاك اللي غيجي يدوز التوريست اكيد غيكون لاباس عليه باش غيطلعوا الاقتصاد. دابا هما عندهم التضخم، اللي راه طايحه، المشاكل، الروينه، وانت كتقول لي غلقتها فجاه. ما غلقتها فجاه حتى واحد. خويا حنا المغرب راه لا سيتياسيون مزيانه على حسب الخدمه اللي كاينه في تركيا. راه المغرب حسن تخدم في المغرب وما تخدمش هنا. راه المغربي اقل حاجه كيخدم ب 3000 درهم، اقل حاجه. كاينين خدامين بكثر، كاينه 3000 درهم في المغرب، كاينه في الكابلاج، كاين بزاف ديال الشركات. كاين اللي كيخدم غير البالا كيصور 100 درهم النهار في البالا، زوالي كما كتقولوا نتوما في لاجير ولا ما شنو، كيطلع البالا ويهبط البالا طالب معاشو، كيصور 100. كاين اللي كيبيع الديطاي في المغرب كيصور 150 درهم في النهار، اكثر من تركيا، كياخذ 90,000 ريال. ورغم ذلك كيجيو لتركيا كلهم، وما كيجيوش باش يخدموا ولا يريحوا يستقروا، كيجيو باش يديروها باساجي. وقول لها عاوتاني علاش انت ما مشيتيش؟ اخويا اش نبقى نشرح لك؟ انا راني داير مشاريع ديالي اخويا. انا راه عندي تقاعد عسكري كنشدو اللهم لك الحمد، وداير هاد البيوت الشبابيه كنتمعش فيهم اللهم لك الحمد، وشويه منا وشويه من لهي. وعندي اقامه ها هي اللي كتخليني انني ما غاديش نضطر كل 3 شهور خصني نشد الطياره للمغرب. نقدر نكمل عام، نقدر نكمل عامين هنا، عاد نمشي الا بغيت نمشي. وملي كنبغي نجدد كندفع الاقامه ديالي، وكندفع الورقات ديال الشركه ديالي، وكندفع المسائل ديالي لي بروف اللي عندي كاملين، وعندي بيرمي ديال تركيا، وعندي بيرمي انترناسيونال، وعندي الحساب بنكي مروج، وعندي الحساب بنكي ديال الشركه ديالي مروج. دونك هاد الوثائق كاملين كندفعهم في التجديد ديال الاقامه. ويا الله يا ربي يلا واش يقبلوك تجدد الاقامه ولا ما يقبلوها لكش؟ فهمتيني؟ فالاقامه هي كل شيء. هذه هي اللي كتلعب. نهار تحبست هذه الاقامه ما بقاش كتعطى قوادت على تركيا، ما بقى في دين امها ما يدار. نهار تحبست هذه، لان هذه كما قلت لك كدير بها كل شيء. يعني تقدر تجي مثلا انت عندك شويه الفلوس باغي تستثمر، باغي انت دير بيوت شبابيه، ما يمكن لكش. علاش؟ حيت غتبغي تمشي تاجر بيت، يقول لك اخويا عطينا الاقامه ونديروا لك عقد كيرا، عقد ايجار، وها هو كاع اجر لك بالباسبور. غاتمشي تفتح الباب، الماء والضوء الغاز ضروري تفتحهم بسميتك. غتمشي للشركه تقول لهم فتحوا لي الماء والضوء، غيقول لك اخويا ما عندكش الاقامه، عندك الباسبور، سير جيب اقامه وجي نفتحوا لك. فهمتيني؟ غاضطر تقلب على شي واحد يفتح لك الموضوع بالاقامه ديالو، حتى واحد ما غيقبل منه وجبد. انا تقول لي افتح لي الموضوع بالاقامه ما نفتح لكش اخويا. شكون قال لي انا تجمع لي الفواتير وتخليهم لي يجيو انا نمشي للحبس؟ فهمتيني؟ لان اي حاجه كتفتحها في سميتك كطلع عندك هنا في السيستم كيتسمى اي دوله. ها هو كيطلع عندك واحد السيستم هنا كيتسمى اي دوله. ها هو اي دوله. هاي اي دوله، شتيها؟ هاد الحمراء هذه فيها الحياه، المستقبل، العالم. هاي غنفتحها قدامكم. هاي غنفتح تطبيق اي دولت. ها هو غنفتحوه هو بالكود. شتيه؟ قرا السميه ديال التاميمون با مسعود تما. هاي اي دولت. هاي شتيها؟ انا غادي ندير لها بحال هكذا. هاي الشفره، غتدخل الشفره ديالك هنايا. واخا ندخلوا الشفره بلاتي بقاو معنا. هاي غتفتح قدامكم. هاي تفتح. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ هاي
فيها اداره الهجره التركيه، فيها حاجه. شتي هنا عندك شركه كطلع لك هنا، عندك الماء كيطلع لك هنا، عندك الايجار كيطلع لك هنا، النوامر ديال التليفون كيطلعوا لك في هذا التطبيق، اي حاجه حياتك كامله، اي حاجه كتعلق بك في تركيا كطلع لك في هذا الموقع ديال اي-دولت. هذا الموقع اي-دولت اللي بدورو ما تقدرش ديرو الا ما عندكش الاقامه، وكتمشي تشد الشفره في البي تي تي. كنهضر معاك في شي حوايج صاحبي اللي راه طوب ديال مين اللوجيك صاحبي. انا ما كيهمنيش واش بغيتي نكذب على عباد الله، راه ما عنديش مشكل. طلعوا لتركيا، راه الخير موجود، راه تخلص ب 1000 دولار، راه غتخلص. بقى تكذب على الناس، علاش غتكذب عليهم اصاحبي؟ علاش؟ حتى بنادم الا بغى يجي بعدا وشاف هذا الشيء وعارف ما غيشيط له حتى والزيله، خدم وضرب تماره وغيخدم 12 ساعه وغيخدم على ولاد ديال الكلب هنا، غيضرب تماره غيحفر له ظهره، وفي الاخر ما غيشد والو، ما غيصور والو. حتى الا بغى يطلع بقناعته يطلع شغل هذاك، ولكن انت كتوعي بنادم تقول لي شنو كاين صاحبي. الله يهديكم اصاحبي. الا صاحبي بنادم ما كيبقى علاش انت غالقها على ودنا؟ واش انا ما عندي ما نغلق عليك؟ واش انا غالق الاجواء السماء والارض؟ انا ما عندي ما نغلق. الرزاق الله، جي طلع الا بغيت تطلع دبر على راسك شغلك هذاك. انا قلت لك تركيا كاع اللي كيجي لتركيا كيدير طريق باش يمشي لاوروبا. المغربي الطموح ديالو اكبر من 3000 و5000 درهم و6000 درهم في الشهر. المغربي الا بغى الا غير 5000 درهم والله تيجلس في المغرب، والله ما يطلع على 5000 درهم يخدم في شي دوله. انا نقولها لك، المغربي ما يطلعش على 5000 درهم اي دوله في العالم كيف ما بغات تكون. المغربي باغي يمشي يكبتها يغرقها فلوس، باغي يعيش لافي، باغي يعيش، باغي طوموبيله، فيلا، دار، باغي يحوس، باغي يزهى، باغي العيش الكريم، يتهلا في ميمتو با الحاجه الخوادريه ولا الدرب، باغي يكبتها، باغي يعيش لافي، فهمتيني؟ اما الخبز راه ما كاينش شي مغربي كيموت بالجوع في المغرب. حتى لهنا تسالى الفيديو ديالنا. اللي عجبو الحال هو هذاك، اللي ما عجبوش الحال هادشي اللي عطانا، والله ما غنكذب والله ما غنزوق، داكشي اللي عطا الله غنقولوا لك. تحيه خوتي المحزوقين كاملين. وفي سموني حبوا قاموا بالواجب هزاوني، البعاد لي جامي شافوك عيطولي بالكلمة وزاوني، في جناس سكبان هادوك اللي كانوا قراب ليك معداوني، قبضتي سيف في الوقت وبابوري. وفي سموني حبوا قاموا بالواجب هزاوني، البعاد لي جامي شافوك عيطولي بالكلمة